عيطاني واحد السيد قال لي راه واحد الجثه شفناها قبيله في الفيسبوك. السيد ما واحد الحاله، واحد العقوبه، مات مسكين بواحد العقوبه لا يرثى لها، وذبحوه. السنان ديالو ما بقاوش، العينين طرطقوهم ليه بالحجر، ما خلاو فيه دقدقو سالاو معاه. السلام عليكم لي زامي، اش خبركم يا جماعه الخير؟ هانيه الامور ديالكم؟ كيف صباحين ليا هاد النهار؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى نلقاكم بالف خير وما ناقصكم خير، ومستعدين للقضيه ديال اليوم. وما نطولوش المقدمه وما نكثروش الهضاير، مباشره ناخذ البليسه اللي يرتاحوا فيها، شي حاجه نشربوها الا بغينا، ونبداو على بركه الله. القضيه ديالنا ديال اليوم قضيه مغربيه، والاحداث ديالها غادي نديونا هاد المره الاقليم خنيفره، وبالضبط في النواحي في واحد المنطقه اللي الاسم ديالها اقلموس. وغادي نهضروا على وحده من ابشع الجرائم اللي عرفاتهم هاد المنطقه هادي، جريمه خطيره اللي اهتز عليها الهدوء ديال اقليم خنيفره، روعت السكان ودارت واحد الضجه اللي هي كبيره. وبلا ما نزيد نحرق عليكم التفاصيل، مباشره ناخذكم ونمشيو ونبداو الهضره ديالنا من عند واحد الاسره واللي هي اسره الشهب. هاد الاسره هادي اسره اللي بسيطه، اسره اللي على قد الحال، ويلا اللي مكافيين مع الحياه ديالهم. رب الاسره واحد الانسان اللي صحته قليله، ربي نعم عليه ب4 ديال الوليدات، كافح عليهم وطيح عليهم الصحه ديالو باش قدر انهم يكبرهم ويوقفهم على رجليهم. الوليدات ديالو كامل بهم تزوجوا ومشاو لديورهم ومستقرين من غير ولد واحد اللي كان مازال جالس معاه، وهذا الولد هذا واللي هو حماد الشهب، واللي تزاد سنة 1982. هذا الولد هذا وصل وليدات ديال الشهب من الصغر ديالو، وهو حنين في والديه والقلب الكبير كما نقولوا، كيبغي والديه بواحد الطريقه كبيره وكيضحي عليهم في اي حاجه، بدليل ان هذا الولد هذا من صغره وهو كيحاول انه يخدم ويطيح وينوض ويجيب لوالديه، خصوصا مني والديه بداو كيكبروا صحتهم بدات كتقلال، حلف انه ما يبعدش عليهم وما يتخلاش عليهم، وغادي يبقى عايش معاهم، وغادي يسمح في الزواج، وغادي يسمح في المستقبل ديالو، وغادي يسمح في كل شيء، وغيقرر انه يبقى جالس معاهم، منها انه يقابلهم ومنها انه يصرف عليهم، لان الاب في واحد المرحله غادي يمرض والصحه ديالو غادا تزيد تقلال من بعد ما غادي يتم التشخيص ديالو بمرض السرطان. وبالمناسبه كندعيو الله يشفي جميع مرضى السرطان، والله يقوي الناس اللي كتقابلهم، والله يشفي جميع مرضانا يا رب العالمين. المهم نرجعوا للقصه ديالنا. من بعد ما حماد شاف الاب ديالو انه مريض وغادي يتم البتر ديال واحد الاصابع ديالو، والحاله ديالو غادا تولي صعيبه بزاف، غادي يقرر انه غادي يكرس الحياه ديالو على ودية والديه، وحتى لامي متى هي صحتها بدات كتقلال. ولكن بالنسبه لحماد كما نقولوا بالعاميه واحد الكلمه اللي دائما ما كتقال هي انه قليل الزهر، اي حاجه كيدير فيها يديه ما تتكملش ليه وما تتيسرش ليه. من صغر هو كيحاول ينوض ويطيح ويدير اي حاجه باش يضمن المستقبل ديالو ويطور من نفسه ويزيد القدام، ولكن ديما الظروف ديالو كتبقى محدوده ورزقه كيبقى محدود. حاول انه يجمع بزاف ديال الفلوس وتسلف وطاح وناض وغادي يشري واحد التراكس اللي غادي يبدا يخدم بها، ولكن هاد الفرحه هذه ما غاداش تكمل، لانه من بعد واحد المده غادي يبدا يفكر انه يبدا يكريها، وبالفعل داكشي اللي غادي يكون غادي يبدا يكريها ويعطيها للناس ويمشيو يخدموا بها ويعطيوه هذاك الاجر، وهو في هاد الوقيته كيمشي يخدم خدمه اخرى، يعني بحال هكا يوليو عنده جوج ديال المداخيل بحكم ان المصاريف ديالو كثيره مع المرض ديال الاب ديالو. ولكن هنا فين غادي يتعرف على واحد الشخص اللي الاسم ديالو محمد. هاد محمد هذا من بعد ما تعرف عليه غادي يبدا يكري من عنده ديك التراكس ويخليها ليه يمشي يخدم بها ويجي يخلصو شويه بشويه. هاد الشخص هذا غادي يقرر انه ينصب على حماد ويدي ليه التراكس، وغادي يقول ليه ما عطيتينيش وهاد التراكس هادي ديالي. غادي تنوض بيناتهم مشاكل اللي كثيره، غادي يبداو يتدابزوا ويتخاصموا، وبحكم ان حماد واحد الانسان اللي طيب ومسالم وخاطيه المشاكل والمدابزه وداكشي وكيخاف على راسو، ما قدرش انه يتواجه معاه. والاخر بحال اللي غادي نقولوا انه ضغط عليه ودا ليه التراكس ديالو وقال ليه جري طوالك اللي في جهدك ديرها،
وهنا فين حماد غادي يقرر انه يلتجأ للقانون وغادي يتابعه قانونيا، وغادي يمشي وغادي يدير بيه واحد الدعوة في المحكمة. لكن للاسف هاد الدعوه هذه غادي تاخذ مده اللي هي طويله، والجلسات غادي يبقى يتسنى انه ياخذ الحق ديالو. فهاد الاثناء هذه غادي يقرر انه يمشي ويرجع ويخدم كسائق ديال الطراكس عند الناس، ويبدا حتى هو يمشي يخدم وياخذ الاجره ديالو، لانه ما يصلحلوش انه يجلس من الخدمه ويبقى مقابل المحاكم. فغادي يخلي هاد الدعوه هذه ساريه، والعداوه ما بينه وما بين محمد غتبقى قائمه، وهو غادي يبقى يحاول يخدم لان الحياه صعيبه، وغادي يتلهى في المشاكل ديالو والمشاكل ديال حياته. وغادي يبقى حماد عايش بهذا الشكل هذا، الحياة ديالو مقتصرة ما بين الخدمة، ما بين والديه، المستشفيات، يطيح وينوض. خوتو كانوا كيساعدوا بشي حاجة اللي هي قليلة، ولكن هو اللي كان هاز الحمل بوحديته، وهو اللي كلشي كان على كتافه. حياته غتبقى مستمرة بهذا الروتين هذا حتى اللي غادا توصل سنة 2021. وبالضبط في الصيف ديال هاد السنه هادي، او بدايه الصيف في شهر ماي، هنا فين غادي يهتز الصمت والهدوء ديال اقليم خنيفره على واحد الخبر مفجع. من بعد ما الناس غادي يكتشفوا واحد الجثه اللي طايحه في الخلا، وهي في واحد الحاله كارثيه. هاد الجثه هادي غادا تلقى بالضبط في واحد المنطقه اللي كيعمر فيها واحد السوق اسبوعي، وبالضبط ورا واحد البطوار مليوحه تما، وهي في واحد الحاله كارثيه وتا واحد ما قدر يتعرف عليها. غادي يتصلوا بلي جوندارم اللي غادي يجيو في البلاصه، غادي ياخذوا هذيك الجثه، واول حاجه غادي يديوها للطبيب الشرعي اللي غادي يشوفها باش يحدد سبب الوفاه، لان الضربات اللي كانوا فيها كانوا ضربات كثيره وضربات اللي خطيره. اول حاجه كيقولها الطبيب هي ان عندها ضربات غائره على مستوى الراس، عندها ذبح على مستوى العنق، وطعنات كثيره في الجسد كامل به، وبالضبط طعنات دفاعيه. يعني هاد الضحيه هذا كان كيدافع على راسو في الوقت اللي كان كيتلقى دوك الطعنات. زيد على هذا انهم فجروا ليه العينين ديالو بالحجر، يعني غادي نلقاو حجر مخشي ليه وسط العين ديالو. والطبيب كيقول لهم بلا هاد الضربات اللي كاينين في الجثه ماشي ضربات ديال جنويه ولا ديال موس ولا ديال شي حاجه من هاد الشكل هذا. كيقول بلا الضربات ديال شي حاجه اللي كتكون ثقيله وقويه، وغادي يحدد لهم بالضبط شاقور. يعني كيقول لهم شي حاجه يا اما شاقور هي شي حاجه كتشبه الشاقور، يعني غليظه وثقيله، منين كتضرب كتدخل وكتغرق وكتخلي الضربه واسعه وكبيره. يعني غادي يقول لهم السبب الرئيسي للوفاه كانت الضربه اللي عنده في الراس ديالو، لانها تقريبا فرقات الجمجمه ووصلت للدماغ ديالو. يعني حاله كارثيه فاش تلقات هذيك الجثه. والادهى من هذا انهم ما قدروش يتعرفوا عليها، لان ما معها لا وثائق لا تليفون لا حتى شي حاجه. جثه مليوحه في الخلا، لابسه الملابس ديالها، ولكن شكون هو هذا الشخص هذا اللي مقتول بديك الطريقه الوحشيه؟ حتى شي واحد ما عرف. لهذا لي جوندارم غادي يضطروا انهم يديروا واحد الحاجه اللي ما موالفينش كيديروها، انهم غادي ينشروا الصور ديال هذيك الجثه في مواقع التواصل الاجتماعي. وبحال هكا ديك الصوره غتبقى تداول ما بين الناس اللي كاينين ساكنين في ديك المنطقه وفي اقليم خنيفره كامل به، حتى اللي غتوصل لشي ناس اللي غادي يقولوا بلا تقريبا عرفنا هذا الشخص هذا من خلال الملابس اللي كان لابسهم، وكيقولوا بلا شافوا حماد وهو لابس نفس اللبسه الليله د البارح. خصوصا ان الطبيب كيقول لهم كذلك ان الجثه ما عندهاش شي مده طويله باش تقتلات، يعني غير ساعات قليله اللي كيحددهم تقريبا في 16 ساعه. وحماد شاف قبل من هاد الوقيته او نفس هاد الوقيته بنفس دوك الملابس. يعني غادي يولي واحد الشك كبير ان داك الشخص اللي تلقى مقتول بديك الطريقه الوحشيه هو حماد بطل قصتنا اليوم. فغادي نتواصلوا مع العائله ديالو اللي غادي يحسوا بواحد الرعب اللي هو كبير، وغادي نمشيو عند لي جوندارم وغادي يشوفوا بالفعل الجثه وغادي نتعرفوا عليها، وغيقولوا هذا حماد الابن ديالنا. ودابا غنمشيو نشوفوا واحد المقطع صغير للاخ ديال حماد، وهو كيحكي كيفاش تلقى الخبر، كيفاش شاف التفاصيل ديال الجثه وشنو شاف عليها وشنو لقى فيها، وكذلك وخصوصا الشهاده ديالو اللي عطاها لي جوندارم اللي كانت فيها معلومات كبيره اللي حاولوا ان من خلالها يحددوا الموقع ديال حماد اخر مره غادي يتشاف فيه. غادي نسمعوا الاخ ديال حماد وغادي نرجعوا. ما فراسي انا حتى حاجه. مشيت انا دزت من الحدا، مشيت للسوق ديال الاربعه، تسوقت خويا مليوح تمايا في البطوار. شفتي خوك مين؟ ما شفتوش انا دايز من تما. خويا قال لي عيط عليا مع العشاء، قال لي يا خويا راه شديت واحد الخدمه خلى الطريق باقي على الفوق، قال لي غادي نمشي الصباح نخدم.
نمت مع 8 الصباح، صونيت عليه لقيت اتصالات المغرب، قلت السيد راه مشى خدام في البلاصه ما فيهاش الريزو. نعم. قلت العشيه غادي يهبط غادي يصوني عليا. مشيت انا، هبطت مشيت للسوق ديال الاربع، تقديت شي حاجه للدراري، طلعت وجدات لي المراه الغدا، حطاتو لي بغات تحطو، عيطوا عليا شي دراري قالوا لي شفنا واحد الجثه، واحد الشاب تقتل في السوق ديال السبت حدا البطوار. نعم. قالوا لي شفناه طايح على وجهه في الفيسبوك، ما باينش مزيان، ولكن الحوايج باش شفنا خوك البارح هما هادوك، راه 100% 90% راه خوك. جيت كنجري، خليت الغدانه والمراه، جيت كنجري عند الوالده، قلت لها يا امي واش خويا بات البارح هنا؟ قالت لي لا. قلت لها راه خويا مات. قالت لي لا، راه مشاو الناس، راه شافوه الناس، راه ولدي تيعرفوه الناس، كون هو كون راه ما تاقش مسكينه. ما تاقش. قلت لها راه حنا كنتمناو ما يكونش خويا. نعم. مع الدم وسميتو، شلخوا ليه وجهه وشلخوا ليه راس ديالو، السيد ما باينش السيد ما باينش. نعم. مشيت خرجت لبرا، شفت واحد المراه من عندنا جايه كتجري، صافي عرفت. قالت لي الحاج، قلت لها نعم. قالت لي تسنيتها، قالت لي جيت تكلم البوليس. صافي عرفتو. ما عرفتي راه خوك يقدر يكون مات. وصلت عند البوليس، قالوا لي واصبر شويه وكذا وكذا، نوريوك شي تصويرات هنايا، شوف واش خوك هذا ولا ما. عطاني التصويره الاولى ما تيبانش، الثانيه عرفتو، هذا خويا، هذا خويا مسكين في واحد الحاله لا يرثى لها، في واحد الحاله ما الكافر وما يديرهاش. اخر مره سميتو مسكين؟ حماد الشيرب. شحال في عمر حماد؟ حماد زايد في 82. نعم. زايد في 82. 82 فزايد حماد. 1982 وتقتل مسكين مغدور. اخر مره شتي حماد شنو قال لك؟ شنو تقولتي معاه؟ حماد عيط عليا مع العشاء كتودن، عيط عليا قال لي خويا فين راك؟ قلت ليه راني الفوق. قال لي واش ما تهبطش نجلسوا شويه في القهوه؟ نعم. قلت ليه خويا راه العشاء هو حماد عيط عليا عادي، عيط عليا قال لي خويا هبط عليا عندي نجلسوا شويه في القهوه نجمعوا شويه. قلت ليه راه وصلت العشاء، انا الا جيت على رجلي راه ما غنوصل تمايا، تيبداو البوليس بقى يغوتوا. سير خويا عندك الخدمه غدا، سير حتى غدا في العشيه فاش تهبط ونتشوفوا. نعم. قال لي خويا ما بغيتيش تجي، قال لي بسلامه خويا ما بغيتيش تجي عندي. مسكين وكانه بغى يتصافط معاك. شي اللي قال لي خويا بقى فيه الحال، بغى يتصافط الحال، انا ما جيتش عنده وغادي تبقى فيك الشمته انت تقول لي ريت تكون مشيت. خويا تحركت خويا، هاد الحاله هادي ما عمرني شفتها. الاخ ديالي تقتل مغدور، تقتل بالشاقور، الراس ديالو تفرق، فيه ما تشوف مسكين. وتلاو شدو لاحوه تمايا حدا البطوار، بات تمايا وبقى حتى الغدا ديال 10 ديال النهار ولا ما تصابوا شي واحد، حنا ما فراسنا حتى حاجه. وكما سمعنا من عند الاخ ديال الضحيه انه كيقول ان حماد عيط ليه الليله ديال البارح وقال ليه نتلاقاو في القهوه، يعني بحال هكا اخر شخص تواصل معاه عرف انه كان في القهوه اللي كاينه تما في الحومه ديالهم. يعني هنا حددوا الموقع ديالو اخر بلاصه غادي يتشاف فيها. لهذا لي جوندارم غاديين يمشيو وغاديين يبداو يحققوا مع مالي القهوه، وكذلك غيحاولوا يتعرفوا على القهوه شكون اللي كان فيها بالضبط، الوقيته اللي كان فيها حماد مع من كان جالس، وحتى الناس اللي كانوا جالسين بوحديتهم كيشربوا قهوه في نفس الوقت اللي كان فيها حماد تما، باش يحددوا التحركات ديالو، شكون اللي كان معاه وشنو كان كيدير وشي حوايج من هذا القبيل هذا. وكما نعرفوا ان العمليه بحال هذه غادا تاخذ لهم بزاف ديال الوقت باش يحققوا مع كل واحد على حده. لهذا في هذه اللحظات هادو غادي يبداو يستجوبوا العائله ويستجوبوا المعارف ديال حماد باش يعرفوا الخلفيه ديال حياته، واش عنده شي عداوات، واش كيمشي مع شي حد، واش مبلي، واش كيجلس في شي بلاصه، ومن هاد الامور هادي. فهنا في لي جوندارم او المحققين في هاد القضيه هادي كيعرفوا ان حماد كانت عنده عداوه مع محمد. شكون هو محمد؟ هو الشخص اللي كان نصب عليه ودار ليه التراكس ديالو ومداعين في المحاكم. لهذا هاد الشخص هذا غادي يولي مشتبه به، لان بيناتهم عداوه، فوارد انه يكون دابز معاه وبغى ينتقم منه ولا شي حاجه من هذا القبيل. ففي البلاصه غادي نمشي وغادي نلقيو القبض على محمد وغادي يجيبوه باش يبداو التحقيقات معاه.
من بعد ما كيسولوا محمد كينكر تماما العلاقه ديالو بهاد الجريمه هادي، كيأكد ليهم ان عنده عداوه مع حماد، انهم خاصمين، انهم دابزوا شحال من مره بيناتهم شكوى اولا دعوه في المحكمه، ولكن ما توصلش لدرجه انه يقتلوا. وكيقول كذلك انه في الوقيته اللي تنفذت الجريمه او داك النهار كامل به هو ما كانش تما وما كانش في الدار، كانوا عنده شي اغراض اللي كيقول لهم بلا كاينين الناس اللي يقدروا يشهدوا انني كنت معاهم وما كنتش هنايا في المنطقه اللي وقعت فيها الجريمه. فمن بعد ما كيجيب هذوك الشهود اللي كيأكدوا ان بالفعل كان معاهم محمد، وكذلك كيفرغوا التليفون ديالو باش يشوفوا معاه من هدار لمن عيط ياك معيط لحماد وتلاقاه، كيلقاو بلا ما عنده حتى علاقه بهذه الجريمه هذه وبعيد كل البعد. فكيتم الافراج عليه، ولكن في نفس الوقت كيبقاو مراقبينه. وفي هذه الاثناء هذه المحققين غادي يقدروا يكونوا حددوا شكون اللي كان جالس مع حماد هذاك النهار اللي تقتل فيه او اللحظات اللي قبل ما تنفذ فيهم الجريمه، وغادي يكونوا يعرفوا انه كان جالس مع واحد صديق ديالو. هاد الصديق ديالو حتى العائله كتعرفوا، يعني انسان اللي مسالم ما عنده لا مع مشاكل لا حتى شي حاجه، كان مره كيجلس مع احمد في القهوه وكيتلاقاه. فغادي يجيبوه باش ياخذوا الشهاده ديالو، وغادي يبداو يسولوا على حماد داك النهار فاش كان جالس، ياك ما كان متوتر مخاصم مع شي حد، شنو كان كيدير. فكيقول لهم بالعكس تماما، حماد كان جالس كان كيهضر عادي بالطبيعه ديالو، كان كيحكي لي على العمل، كان خدام غيمشي غيجي، وفي واحد اللحظه غادي يجبد الفلوس وغادي يبدا يحسبهم، وغادي يقول لي بلا شي ناس عاطينو هاد الفلوس هادو على اساس انه يدير لهم شي خدمه، وبقى كيحكي عليه تفاصيل، وقال بلا جبد الفلوس وحسبهم قدام الناس كاملين، يعني جبد الفلوس من جيبو بقى كيحسب فيهم وكيهضر مع الصديق ديالو وكل شيء كيشوف، يعني ما كان لا مدرقهم لا حتى شي حاجه. فهنا من بعد ما كيسولوا شحال كان هذاك المبلغ ديال الفلوس، كيقول لهم بلا ما عرفتش، ولكن فلوس اللي هي كثيره وباينه. فهنا كيتاكدوا ان القضيه غادي يكون عندها علاقه بالسرقه، لان الجثه من بعد ما تلقات ما تلقى عندها لا فلوس لا تليفون لا الوثائق ديالو الخاصه بحال كارت ناسيونال او لا شي حاجه من هذا القبيل هذا، يعني حتى البسطام ديالو ما كانش نهائيا. الجثه كما قلت لكم تلقات لابسه الملابس ديالها وفقط. وهنا المحققين غادي يبداو يتبعوا البيس ديال انه ممكن تكون عمليه سرقه ولا شي واحد اللي تلقى ليه بديك الطريقه ولا استدرجوا ولا شي حاجه على ودي دوك الفلوس اللي كانوا عنده. وهما مازالين خدامين على هذا البيس هذا حتى اللي كتقدم لمقر الشرطه واحد السيده. هاد السيده هادي من بعد ما كتدخل كتقول لهم بغينا نعطي واحد المعلومات اللي هما خطيرين وبغيت نهضر معاكم. فمن بعد ما كيدخلوها كيجلسوها في المكتب كيبداو يسولوا فيها اشنو اللي كاين. فكتقول لهم برا الاخ ديالي جا عندي الليله اللي تقتل فيها حماد، وكتقول بلا دخل وهو عامر الحوايج ديالو بالدم، وكان هاز معاه واحد الصاك اللي كان داير فيه واحد الشاقور. وهنا لي جوندارم او المحققين في هذه القضيه هذه مجرد ما سمعوا الكلمه ديال الشاقور تاكدوا ان قدامهم شاهده اللي هي مهمه كيخصهم يركزوا معها ومع التفاصيل اللي كتحكي لهم. فغيبداو يحاولوا يسولوا على الاخ ديالها ويحاولوا يتعرفوا عليه شكون هو، وكذلك يعرفوا منها كل كبيره وصغيره في الحوار اللي دار ما بيناتهم في الوقيته اللي جا عندها. فكتقول لهم بلا الاخ ديالها من بعد ما جا وراها هذاك الشاقور وراها الحوايج اللي كان لابس عامرين بالدم، وقال لها بغيت نتخبى من عندك لانني قتلت واحد الشخص. هي كتقول بلا ما عرفتش هذا الشخص شكون هو اعترف ليها وقال لها راني ضربت واحد الشخص وبغيت نبقى مخبي عندك، وهي تخلعات وقالت ليه ما نقدرش نخبيك عندي، وبدات كتحاول انها تهرب منه. فهو حس انها ما غاداش تساعده، لهذا كتقول هز الساك ديالو ومشى وما بقيتش عرفتو فين كاين. الاخ ديالها واللي الخدمه ديالو غارديان، وغارديان غير في هذيك المنطقه اللي كاينه قريبه فين كاينه القهوه اللي كان جالس فيها احمد. فهنا كيحاولوا انهم يحددوا الهويه ديالو، وكيحاولوا كذلك يعرفوا الشكل ديالو ويقلبوا على الصور، لانهم غاديين يبداو يتحركوا ويديروا التمشيطات ديالهم، لان هذا ماشي مشتبه به، هذا راه هو المجرم الحقيقي اللي خصهم يوصلوا ليه في اقرب وقت قبل ما ينفذ شي جريمه اخرى. انسان اللي مخلوع هربان عنده سلاح اللي هو الشاقور، يقدر يدير اي حاجه وتوقع منه اي حاجه. وهنا لي جوندارم من هذيك اللحظه غاديين يخرجوا ويبداو في التمشيطات ديالهم في هذاك الخلاء اللي محيط بهذيك المنطقه كامل بها، ودوك الجبال ودوك المناطق كامل بها، وفي داك الظلام غاديين يستعانوا بهذوك الكلاب البوليسيه وغاديين يخرجوا ويبداو يقلبوا.
وبالفعل من بعد ساعات طويله في التقلاب وفي الوسط ديال الليل غيتمكنوا انهم يتوصلوا لهذا الشخص هذا اللي هما كيقلبوا عليه وهو مخبي في الظلام، وهز معاه الساك اللي قالت الاخت ديالو وباقي بدوك الملابس اللي عامرين بالدم، لانه من بعد ما خرج من عند اختو بقى مخبي غير في هذاك الخلا وما عرف ما يدير. غيلقاو عنده كذلك الفلوس اللي كانوا عند حماد وحتى التليفون ديالو، يعني مازال ما تخلص من حتى شي حاجه، مازال عليه اثار الجريمه وكذلك الادله واي حاجه ممكن دينو مازال محتفظ بها ومخبي تمايا. غادي نلقاو عليه القبض وغادي يديوه لمقر الشرطه او لمقر لي جوندارم باش تما يبداو التحقيقات معاه. ومن بعد ما غيديو هذا المتهم هذا وغادي يجلسوا وغادي يبداو يسولوا على حماد، علاقته به، علاش قتلو، علاش نفذ هذه الجريمه هذه. فكيبدا يعترف لهم طواعيه وكيقول بلا انا ما كنتش ناوي نقتل حماد وما بيني وبينه لا عداوه لا حتى شي حاجه. كيقول بلا انا في هذيك الوقيته اللي كان فيها حماد في القهوه كنت انا جالس. وهذا الشيء كذلك كيأكدوه بعض الشهود اللي كيقولوا بالفعل هذا المشتبه به او المتهم كان هذاك النهار جالس في الوقيته اللي كان حماد جابد فلوسو كيحسب فيهم. وكيقول انا من بعد ما شفت دوك الفلوس غادي نطمع فيهم وغنقرر انني نسرقو. كيقول بلا مشى كيجري للدار، هز داك الشاقور وبقى واقف في هذاك الخلا كيتسنى ان حماد يدوز من تما، لان هذيك الطريق هي الطريق المختصره اللي كان غالبا الناس كيدوزوا منها بالليل. وبالفعل حماد من بعد ما كمل القهوه ديالو قال صديق ديالو بسلامه غادي ينوض وغادي يمشي على اساس انه غادي يدخل للدار، غادي ينعس والصباح يفيق يخدم عادي بحال اللي موالف في الروتين ديالو. هنا فين كيخرج ليه من وسط الظلام هاد الشخص هذا اللي هو الغارديان، فكيهددو بهذاك الشاقور وكيتمكن انه يجرو حتى لهذيك البلاصه اللي كاينه ورا البطوار، وتما فين كيبداو يضربوا كيبدا يعطيه في الضربات، لان حماد كانت البنيه ديالو قويه وكان قادر انه يدافع على نفسه. حاجه وحده اللي كانت حابساه هي ان داك الشاقور كان خالعه. فمن بعد ما وصلوا تما غادي يبدا يضارب معاه وغيبدا يعطيه في الطعنات، فغيحس براسو انه خصو ضروري يدافع على راسو، وبالفعل غيبدا يدافع على راسو، الشيء اللي غادي يخلي ان المتهم غادي يزيد يجعر وغادي يبدا يعطيه طعنات اللي هي عشوائيه في الجسد ديالو كامل به. غادي يبقاو مضاربين في هذاك الظلام لدرجه ان المتهم ما كانش كيحدد المنطقه اللي كيضرب فيها. غادي يبدا يضربوا الجهه اللي غادا تضربوا جهه العنق، تما فين غادا تبان كانها ذبحه، ولكن هذيك راه كانت ضربه بالشاقور اللي ضربها وسط الظلام وما حددش البلاصه ديالها. غيبقى يضرب كذلك في الراس، في الجسد كامل به، غادي يطيح هو وياه وغادي يخشي ليه الحجر في العينين ديالو وغيبقاو مضاربين حتى اللي غيتمكن منه غادي يعطيه الطعنات الخطيره الغائره اللي غتودي بالحياه ديال حماد. ومن بعد ما غادي يطيح حماد جثه هامده ما بقاش كيتحرك، هنا فين هذاك المتهم غادي يقلب ليه جيوبته، غادي ياخذ ليه البسطام بالفلوس، غادي ياخذ ليه التليفون واي حاجه كانت معاه، غادي يهزهم في داك الصاك اللي كان هو هزو معاه، غيخبي الشاقور وغيهرب مباشره، غيمشي لعند الاخت ديالو. ومن بعد ما الاخت ديالو رفضت انها تساعده مشى هرب وبقى مخبي في الخلا وما عارف ما يدير، خصوصا انه كيقول خاف لا يخرج يمشي يتحرك لشي بلاصه ويلقيو عليه القبض، لانه كان باين عليه منفذ الجريمه بحكم الحوايج اللي كان لابس عامرين بالدم. وبحال هكا المتهم غادي يكون اعترف بجميع التفاصيل، لكن العائله ديال الشهب او العائله ديال الضحيه غادي يرفضوا هذا الشيء تماما، وكيقولوا ان الحاله اللي تلقات فيها الجثه ديال حماد مستحيل انه يكون شخص واحد اللي اعتدى عليه بديك الطريقه، خصوصا ان حماد انسان اللي البنيه ديالو قويه كما قلت لكم. فكيرفضوا هذه الفكره تماما انه يكون شخص واحد اللي اعتدى عليه، وكيقولوا اكيد هذه عصابه. ولكن التحقيقات ديال المحققين والتمشيطات وهذيك الاسئله والبحث ديالهم غادي يوصلهم انه ما كاين حتى شي شخص اللي قام بمساعده هذا المتهم هذا ونفذ الجريمه بوحده، وهو مركز على الاعتراف ديالو، كيقول ما معايا حتى شي واحد وما عنده حتى شي مصلحه انه ينكر على ناس اخرين الا كانوا مساعدينه. كيقول انا نفذت الجريمه بوحديتي وقدرت انني نستدرج حماد وقدرت انني نخلعه ونخليه يمشي معايا حتى لديك البلاصه، وتما فين قررت انني نصفيها ليه لانه بدا كيدابز معايا. وكيقول بلا خفت الا ضربته وخليته غادي يمشي وغادي يدعيني وغادي نولي غادي للسجن، لهذا قررت انني نسكت ليه الحس في مره، وحتى هو كان كيقاومني فبحال كنت كندافع على راسي، لهذا ديت ليه الفلوس درت هذه الجريمه هذه، واعترف بجميع التفاصيل اللي غادي نخليه يتقدم للمحاكمه بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقرونه بالسرقه، ولهذا القاضي غادي يحكم عليه بالمؤبد.
والصراحة جريمة خطيرة، جريمة وحشية تضر في الخاطر. اللحظات الأخيرة اللي عاشهم حماد وهو كيتطعن بديك الطريقة الوحشية في جميع الجسد ديالو، حتى اللي كتخرج روحو وسط داك الظلام ما عارفش شنو اللي كيطرى ليه. لحظات مرعبة أكيد عاشهم الضحية، الله يرحمه في هذا النهار هذا. ولكن القضية ديالو كتفكرنا بواحد الحاجة اللي هي مهمة، أن الثقة ما كايناش. اخوتي ما عمركم تبقاو تبينوا اشنو اللي عندكم، ولا الانسان يجبد الفلوس ديالو في شي بلاصه ويبينهم ولا يحسبهم، او لا على الاقل يحكي لشي واحد ان عنده من غير الا كان شي حد اللي مقرب، عائله ولا خوت ولا شي صديق اللي مقرب. البراني دائما ولا في القهاوي ولا في شي بلاصه عموميه الانسان ما يجبدش فلوسه، ما يبينش اشنو عنده وما يحكيش كاع اشنو اللي عنده، لان النفس اماره بالسوء وما كنعرفوش هذاك الانسان كيفاش كيفكر وشنو هي النوايا الشيطانيه اللي عنده تجاهنا. دائما الانسان يحمي راسو، والحاجه المستوره دائما كتصدق مزيانه. ما كاينلاش الانسان يبقى يتفاخر بشنو عنده او اللي يحكي، لان هذه اكيد كتجي او لا كتقدر توصلوا لشي حوايج اللي هو ما يتمناهمش لراسو، ابتداء من السرقه، الاعتداءات اللي كتقدر توصل حتى للقتل، والانسان يضيع في الحياه ديالو على وديت انه بين شنو عنده ولا قال شي حاجه اللي ما كانش خصو يقولها. الثقه ما بقاتش، ودائما ما كنأكدها عليكم. والانسان دائما يحاول يحمي راسو بالسكات وانه ما يخرجش المعلومات ديالو. نترحموا جميعا على الاخ ديالنا حماد، الله يرحمه والله يصبر العائله ديالو والله يتولى الاباء ديالو، لانه هو اللي كان مكلف بهم وهو اللي كان خدام عليهم وعلى المرض ديالهم. ما عرفناش الحاله ديالهم فين وصلت حاليا، الله يشافيهم والله يعاونهم والله يرحم خونا حماد. وكانوا هادو هما الاحداث اللي عندي في القضيه ديال اليوم كامل بهم. ما سخيتش بكم، كنبغيكم بزاف، وبغيت كذلك الاراء ديالكم في التعاليق، تقولوا لي شنو بان لكم في الحكم، شنو بان لكم العبره المستخلصه من القضيه ديال اليوم، نتناقشوا ونتبادلوا الافكار. وراني ما سخيتش بكم وكنبغيكم بزاف ولا يخطيكم عليا، وما بقى لي الا نقول لك الا كتشوفني بالليل بونوي والا كتشوفني بالنهار بون جورني. تشاو تشاو.